مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو دكتور ماجد فهيم، اختصاصي بالأمراض النفسية. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور ماجد. مساء الخيرات، يا هلا وسهلا. مستمعينا، مثل ما ذكرنا ضيفنا الدكتور ماجد هو اخصائي بأمن الامراض النفسيه، وموضوعنا اكيد حتما راح يكون عن موضوع بيخص الامراض النفسيه. عنوان الحلقه اليوم هو اضطرابات القلق. شو هو كتعريف، شو الأسباب وشو الأعراض وكيف العلاج العديد من المحاور محضرينها، وأكيد رح نطرحها على ضيفنا الدكتور ماجد. لكن إذا خطر على بالكم أو حابين تستفسروا أي شيء، فيكم ما تترددوا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر البث المباشر واضح على الشاشة بوير عربي، و مثل ما ذكرنا يعني فيكم عبر التعليق تبعتوا السؤال، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم، ورح تأغنوا لقائنا حقيقة بأسئلتكم. رح نبلش لقائنا. طبعا بوجه تحية لزملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين ومروان. خلونا نبلش لقائنا. دكتور، كتعريف اضطرابات القلق، الظروف الراهنة يعني هي أكثر أجواء مناسبة أو أكثر أجواء يعني بتأدي صعب كتعريف. يعني شو هو اضطراب القلق؟ هلا اضطرابات القلق هي مجموعة من الاضطراب وليس اضطراب واحد. مجموعة من الاضطرابات النفسية تشترك بصفة واحدة، وهي الخوف أو التوتر الشديد أو الخوف الشديد لموقف لا يناسب هذا الخوف تماما، أو ممكن يكون هذا الخوف بدون أي سبب. نعم. لدرجة أنه يؤثر على نوعية الحياة لهذا الشخص أو حتى على مهامه اليومية، يعني سواء بالشغل أو بالدراسة أو علاقاته الاجتماعية. هذا باختصار فينا نسميها اضطرابات القلق. تمام. كتعريف بسيط يعني مبسط. تمام، هذا المبسط، وهو هي الفكرة الأساسية بالقلق يعني صراحة. تماما. دكتور، يعني هلا إذا بدنا المستمع عم يستفسر يا ترى شو هو شكله أو يعني اضطراب القلق أو عرضه كيف بيكون؟ تمام. هلا حكينا قبل شوي إنه مجموعة من الاضطرابات. نعم. فالأعراض تختلف أو شكل الاضطراب يختلف حسب نوع الاضطراب. هلا ممكن نقسم اضطرابات القلق، يعني القلق هو طيف واسع من الاضطرابات، ففينا نقسمه إلى مجموعة من الاضطرابات. نعم. أولها هو اضطراب القلق المعمم، ويمكن هو أكثر الشيوع لاضطرابات القلق. اضطراب القلق المعمم طبعا في أعراض نفسية، في أعراض فيزيولوجية حسب الدليل التشخيص والإحصائي. طبعا بالتشخيص يعني هي مجموعة من الأعراض النفسية، سواء التوتر المستمر، عدم الاستقرار الداخلي، توقع الأسوأ، الانشغال بأمور قد لا تستحق هذا الانشغال الزائد، بالإضافة إلى أعراض فيزيولوجية مثل الخفقان، الرجفان، التعرق، برودة الأطراف، دوخة بالإحساس بدوخة أو خفة الرأس. يعني هي مجموعة من الاضطرابات ما راح نتطرق لها باعتبارها كثير كبيرة يعني. صح. النوع الثاني من الاضطرابات هو اضطراب القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي. يعني إنه هالأعراض هاي وأعراض القلق تتحرك بمواقف معينة. لما يكون بموقف الشخص يكون في بمجموعة من الناس أو بده يلقي محاضرة معينة، فتظهر عليه الأعراض اللي ذكرناها قبل شوي. صح. هذا نسميه القلق الاجتماعي. في نوع من الاضطرابات نسميه اضطرابات الهلع أو اضطراب الهلع. اضطراب الهلع هي عبارة عن نوبات من القلق المفاجئ، تتظاهر بأعراض فيزيولوجية مخيفة للشخص، يعني إحساس بالاختناق، ضيقة الصدر، خفقان، إحساس بدنو الأجل، في أفكار يحسوا إنه هاي لحظتي الأخيرة رح موت أو رح جن. تمام، فقدان السيطرة يعني. تمام. بهاللحظة هاي الأعراض ممكن تستمر، يعني تصل ذروتها ل10 دقائق، ممكن تستمر نص ساعة، ممكن عند بعض الأشخاص تستمر حتى ساعات. تمام. بنسميه اضطراب الهلع لما تتكرر هالنوبات هاي. هلا النوبة الوحيدة نسميه نوبة هلع، لما إذا تكررت أكثر من مرة مثلا 3 مرات بالشهر نسميه اضطراب هلع. النوع الرابع من الاضطرابات هي الرهابات المحددة، يعني الخوف من شيء محدد، سواء كان حيوان أو حشرة أو الخوف من المرتفعات أو الخوف من الأماكن المغلقة. هذه نسميه رهابات محددة. يعني الخوف من شيء محدد. في شيء اسمه رهاب الخلاء أو رهاب الساحة، اسمه باللاتينية أغورافوبيا. أغورافوبيا هو الخوف من البقاء وحيدا أو عدم الحصول على مساعدة لما يكون بموقف معين، مثلا بالسوق هو واقف بصف، أو حتى لو حطيناه مثلا بمنطقة بعيدة لحاله بأرض زراعية لحال، ممكن تجي نوبة هلع نتيجة خوفه إنه ما في حد راح يساعده. صح. فممكن توصل لمرحلة نوبة هلع. في اضطرابات أخرى متعلقة بالأطفال، مثل قلق الانفصال،
يعني تصيب الأطفال هاي عادة. يصاب الطفل بالذعر والخوف الشديد إذا ابتعد عن مقدم الرعاية، سواء الأب أو الأم أو حتى الأخ الكبير مثلا أو الأخت الكبرى، أو بمجرد التفكير بهالأمر هذا ممكن تجي نوبة خوف شديدة كمان. تمام. إيه. في شيء كمان من اضطرابات القلق المتعلق بالأطفال نسميه الصمات الانتقائي. يعني إنه بمواقف معينة مثلا أمام الناس أو أمام الغرباء الطفل لا يستطيع أن يتحدث أو لا يبقى صامتا، بينما هو بالأحوال الطبيعية بين أهله يحكي طبيعي. هذا كمان نوع من أنواع القلق. هاي باختصار تماما الاشياء، يعني في اكيد في ايه تماما. فهذه الانواع كلها موجوده ضمن سياق اضطرابات القلق. تمام. دكتور هلا قبل ما نفوت على الحلقه وتحت الهواء كنا عم نحكي شوي ندردش، احيانا في نوع من القلق سميته انه هذا القلق طبيعي. تماما. إيه. لو تحكي لنا عنه. هلا اي شخص منا ممكن يمر بفتره من القلق بفتره او باخرى. القلق هذا متعلق بموقف معين، سواء مثلا شخص بده يقدم امتحان او يتقدم لوظيفه معينه، صح. او بده يتخذ قرار مصيري، فممكن اكيد الشخص راح يسيب نوع من التوتر او القلق. هذا النوع من القلق نسميه القلق الايجابي، يعني له دور ايجابي بالانجاز او اتخاذ القرار الصحيح. وهالقلق هذا ينتهي بمجرد مرور الموقف. هذا نعتبره قلق طبيعي، بالعكس هو قلق ايجابي. فمو كل شخص توتر معناته هذا مريض. طب هذا كمان نحطه بعين الاعتبار يعني. تماما. حلو كثير. يعني هيك سلطنا الضوء على هالحاله هاي كمان لانه بتنتابنا جميعا يعني. تماما. هاي فهذا شيء طبيعي يعني. اكيد. دكتور لو نتحدث عن الاسباب، يعني هلا لكل شيء، لكل حاله، لكل مرض اكيد في له سبب، شو هن الاسباب؟ تمام. هلا قبل ما نفوت على الاسباب خلينا نحكي عن شغله، انه نسبه الانتشار او وين نلاقي هذا الاضطراب هذا مثلا. هلا اضطرابات القلق او الاضطرابات النفسيه بشكل عام تصيب الاطفال والكبار بدرجات متفاوته. نعم. بالنسبه لاضطرابات القلق كمان تصيب الاطفال والبالغين سواء الذكور او الاناث، ولكن نسبه اصابه الاناث تقريبا هي ضعف، يعني اقرب للضعف من نسبه اصابه الذكور كاحصائيه عالميه. هاي الفكره. هلا نفوت بالسؤال اللي كان سؤالك انه الاسباب العوامل المؤهبه مين هن الاكثر شيء مثل ما ذكرت كاحصائيه ذكرت انه الاناث اكثر. تمام. ممكن هلا الاسباب مثل الاضطرابات القلق مثل الاضطرابات النفسيه ما في سبب واحد ممكن ننسبه انه هذا هو السبب اللي خلى الشخص يصاب بالاضطراب. فممكن نستعرض مجموعه من الاسباب اللي هي مجتمعه ممكن سبب القلق. نبلش بالاضطرابات او الاسباب البيئيه. الاسباب البيئيه يعني البيئه المحيطه بالشخص، تعرض الشخص لضغوطات الحياه اليوميه، صح. لتجارب مؤلمه، لاحداث صادمه. نعم. هاي كلها نسميها العوامل البيئيه. في شيء اسمه العوامل الوراثيه. العوامل الوراثيه تلعب دور كتير مهم بالاضطرابات النفسيه ومن بينها القلق. فالاشخاص اللي بتاريخهم العائلي في مثلا اضطرابات قلق، فنسبه اصابتهم بالقلق راح تكون اكثر. ايضا احتماليه اصابتهم راح تكون اكثر. في شيء اسمه المتعلق بالعوامل البيولوجيه او كيمياء المخ، خلينا نسميها كيمياء الدماغ. ايوه. هو الخلل بالتوازن سواء النواقل العصبيه. من النواقل العصبيه اللي ممكن نذكرها هي النورابينفرين والسيروتونين. بالعادي بالاضطرابات القلق يكون النورابينفرين مرتفع والسيروتونين شوي نازل. فلما نعالج دوائيا مثلا نلجأ للادويه هاي لحتى نعدل هالتوازن هذا. اذا هل هالشكلين هذول هن دواء يعني؟ هل المسميين هي نواقل عصبيه تحدث بالدماغ. الخلل على مستوى الدماغ ممكن يصير. في عوامل طبيه اخرى مثل اي سبب طبي كداء سكري كداء قلب ممكن يحرض الاضطرابات القلق. تماما. اكيد نحن رح نكون مسرورين جدا لما مستمعينا يشاركونا بالحلقه. استفساراتكم اكيد رح تغني الحلقه واللقاء، واكيد رح نكون مسرورين لما تسالوا نحن نجاوب على اسئلتكم عبر ضيفنا الدكتور ماجد فهيم، اختصاصي بالامراض النفسيه. انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور ماجد، عم نحكي عن موضوع اضطرابات القلق بالخط العريض. كيك كنا عم نتحدث عن موضوع كتعريف وشكله واضطراباته وعن الاسباب. هلا في اخ ارمين بعت رساله اكيد رح نقراها، لكن هلا دكتور لو يعني نحكي عن موضوع آلية التشخيص كأطباء أمراض نفسية. شو هي الآلية التشخيص؟ أنتم بتعتمدوا على الجلسة، على الحكي، على الفحص السريري، في أمور تانية، إجراءات تانية بتتخذوها لحتى تساعدكم بالكشف عن الحالة نفسها؟ هلا الميزه بالطب النفسي انه ما في تحليل معين نعتمد عليه لحتى نشخص اضطراب معين. هذا ابسط تشخيص. فالاعتماد يعني الاساسي راح يكون على القصه السريريه. ايوه تمام. على القصه السريريه شكوى المريض هو الشكوى الاساسيه طبعا والغوص بتفاصيل القصه المرضيه لحتى اكيد. فالاعتماد الاساسي مثل ما حكينا على القصه السريريه. طبعا
مو كل شخص يجيني عنده والله انا قلقان ومتوتر بدي شخص له اضطراب قلق معمم او اضطراب قلق اجتماعي. أيوة. في معايير معينه لازم نعتمد عليها. طبعا المعايير هاي هي بكل الاضطرابات النفسيه في 3 معايير لازم تكون موجوده للشخص لحتى نشخص انه هذا عنده اضطراب الفلاني. تمام. المعيار الاول هي مجموعه من الاعراض تترتب حسب الاضطراب، مده زمنيه معينه تختلف من اضطراب لثاني. المعيار الثالث انه هل الاعراض هاي اللي عم يعاني من الشخص تؤثر على حياه الشخص، تسبب خلل بادائه اليومي، يعني تمنعه عن الدراسه، ما تخليله على الشغل، تتعقد علاقاته مع الاخرين، يصبح شخص انعزالي. تمام. انطوائيه. هاي المعايير الرئيسيه. فنحن نعتمد بالتشخيص مثل ما حكينا على القصه السريه بعد ما اخذنا مجموعه من الاعراض معينه. امتى بلشت الاعراض، شو المحرضات، شو اللي عم يزود. نعتمد على المرجع التشخيص والاحصائي للاضطرابات النفسيه الامريكي الدي اس ام 5 او الفور. تمام. وكمان في شيء نسميه تصنيف العالمي للاضطرابات النفسيه. هذا مرجع دكتور يعني ولا اي مرجع امريكي. تمام. والمرجع اللي عم تعتمد عليه منظمه الصحه العالميه هو الاي سي دي 10 او الدليل الاضطرابات النفسيه العالمي يعني. تمام. يعني هاي ما بتلجوا لاي تحاليل او صور استقصاءات يعني روتينيه كباقي يعني الاختصاصات الثانيه. ايه هلا احيانا نلجا للتحاليل لان ننفي الاسباب العضويه وليس لتشخيص. مثال تحليل على سبيل المثال بالنسبه لاضطرابات القلق، على سبيل المثال اجانا مرض باعراض كذا 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 كذا، تعرق وتوتر وخوف، ممكن نفكر بمجموعه من الاضطرابات العضويه اللي ممكن تعطي نفس الاعراض. على سبيل المثال فرط نشاط الغده الدرقيه. اكيد. يعني اكثر تحليل نطلبه بهالحاله هو تي اس اتش او تحليل الغده الدرقيه لحتى ننفي وجود مشكله بالغده. تمام. او سكر الدم مثلا. تمام. تحليل السكر ممكن، اعراض السكر ممكن تعطي القصص هاي. يعني ممكن اعراض غديه كثير، حتى فرط نشاط الكبر ممكن يعطي الاعراض هاي. في شيء اسمه ورم القواتم، اذا بتعرفوا ورم القواتم اللي فيه كروموسايتوما، هاي كمان ممكن تعطي اعراض قلق صريحه. تمام. فاحيانا نلجا او نستشير طبيب اخر لحتى ننفي الاسباب العضويه ونلجا وبعدها نلجا للعلاج، انه هذا شخصنا قلق لحتى نكمل الخطه العلاجيه. تماما. مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور ماجد فهيم، اختصاصي بالامراض النفسيه. عم نحكي عن اضطرابات القلق، موضوع جدا هام، كلياتنا معرضين وكلياتنا عم نتعرض ولو بجرعات خفيفه او يعني زي اذا ما خابني التعبير، يعني كلياتنا معرضين لهيك حالات، ونتمنى تستفيدوا من هاللقاء. شاركوا رابط الحلقة لحتى كل أصدقائكم يستفيدوا من هالمعلومات القيمة عبر منبر بوير وبمعلومات الدكتور ماجد فهيم، اختصاصي بالأمراض النفسية. دكتور هلا وصلنا بعد التشخيص أكيد بتعالجوا التدبير أو العلاج. نعم. مزبوط. نعم. هلا علاج الاضطرابات القلق. هلا بالاضطرابات النفسية في نوعين أو مجموعتين من العلاجات. نعم. في شيء اسمه العلاجات النفسية وفي شيء اسمه العلاج الدوائي. نعم. طبعا. العلاج النفسي هو عبارة عن جلسات تعتمد تقنيات معينة حسب الاضطراب. هلا بالنسبة لاضطراب القلق أو اضطرابات القلق بشكل عام، التقنيات المستخدمة النفسية المستخدمة هي العلاج النفسي السلوكي المعرفي أو العلاج السلوكي لحاله. العلاج المعرفي السلوكي هو إنه نركز على سلوك المريض أو نعدل سلوكه، والمعرفي أو الاستعرافي إنه نحدد الأفكار السلبية اللي عم تحرض القلق عند الشخص ونحاول تعديلها والسيطرة عليها. تمام. من انواع العلاجات السلوكيه المستخدمه خاصه باضطرابات القلق او بشكل عام، سواء القلق الاجتماعي او الرهاب او حتى الفوبيا بشكل عام، الرهابات المحدده، هو التعريض التدريجي او نزع التحسس التدريجي. نزع التحسس يعني انه نشجع الشخص انه يواجه المخاوف تبعه بانه نعرضه للموقف اللي عم يسبب له القلق تماما بشكل تدريجي مع استخدام تقنيات معينه. مثلا نعطيه حبه حاصر بيتا لحتى نخفف الاعراض الفيزيولوجيه لما يواجه الموقف. تمام. لنوصل بالنهايه انه الشخص يقدر يتعامل مع هالموقف هذا بشكل طبيعي. هذا نسميه التعرض التدريجي. مثل اللي يتعلموا على السباحه شوي شوي لحتى يعني في كتشبيه يعني تشبه هيك. نعم. بشكل تدريجي. يعني الشخص مثلا لما يروح على المسبح اول مره عنده رهبه من الماء، شلون بدي ازيد حالي بالمي. فنفس الشيء اول شيء تنزله على المي، خليه يتحسس المي يحس فيها، نفس الشيء نفس الآلية. تمام. صح تماما. الدكتور الأخ أرمين هو يعني هو بشكل ما له سؤال، ولكن أيضا هو معقد. أغلب الدراسات تؤكد أن الأمراض النفسية والقلق والتوتر والخوف والحزن الدائم
تسبب الأمراض العضوية المزمنة مثل السكر والضغط والسرطانات، لذلك يجب معالجتها بأسرع ما يمكن. شكرا لك، يعني هي ما كان بصيغ السؤال. شكرا لك ولإضافتك أخي والإضافة طبعا إضافته مضبوطة بمحلها تماما يعني. يعني حقيقة ضيف دائما نشيط، وهو دائما يعني بيسأل. نحب نحيي الدكتور نواف سعير أيضا، هو بعث لنا سلامات. كل اللي عم يسمعونا وعم يشاهدونا سلاماتنا لكم. طبعا حابب أذكركم إذا فيكم تنضموا لنا، فيكم تتصلوا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي عبر كومنت. رح نطرح سؤالكم على ضيفنا الدكتور ماجد، وأكيد رح نكون مبسوطين لما بتسألوا. دكتور، نحن دائما بالعلاج، يعني ما بعرف كنت حابب إنه توسع بالعلاج، ضل شيء حابب تضيفه؟ هلا لسه كنا بالعلاج النفسي، لسه في شيء اسمه العلاج الدوائي. نعم. تمام. العلاج الدوائي طبعا هي مجموعة من الأدوية. وظيفتها هلا حسب الدواء، يعني مثلا في مجموعة نسميها البنزوديازيبينات. أيوة. البنزوديازيبينات هي مهدئات، يعني للسيطرة على أعراض القلق الواضح، مثل الديازيبام، الكلونازيبام أو البرازولام المعروفين بالنسبة للسلك الطبي يعني. هالأدوية هاي طبعا لا يكون استخدامها حسب وصف الطبيب، لأنه هي الأدوية الوحيدة بالأدوية النفسية اللي ممكن تسبب إدمان الشخص ما التزم بها بشكل نظامي. صح. فبدنا نكون حذرين بالتعامل مع هاي الأدوية هاي بشكل خاص. المجموعة الثانية من الأدوية اللي ممكن تستخدم باضطرابات القلق هي مضادات الاكتئاب. أيضا مضادات الاكتئاب وغالبا الأدوية التي تعمل على السيروتونين أو مرتبطات قبض السيروتونين نسميها، لحتى تعدل التوازن أو خلل التوازن اللي حكينا عنه قبل شوي، إنه هي السبب بحدوث اضطرابات القلق. فممكن نعطي كورس علاجي مؤلف من مضاد اكتئاب مع مهدئ لفترة زمنية محددة، نلغي المهدئ ونكمل مع مضاد الاكتئاب باعتباره هو الأساس في تعديل الخلل اللي صاير بالدماغ. المجموعة الثالثة ممكن نستعين بها أحيانا حتى خاصة بفترة العلاج السلوكي هو حاصلات بيتا. حاصلات بيتا الغاية منها أنه تخفف الأعراض الفيزيولوجية اللي يعاني منها الشخص لما يتعرض للموقف مثل ما حكينا قبل شوي. طبعا حاصل بيتا هو خافض الضغط، ما هيك هو خافض الضغط طبعا، بس من استطباباته كمان تخفيف الأعراض، يعني هو يخف يسيطر على الخفقان، حتى الأعراض الفيزيولوجية، التعرق، الخفقان، الرجفة، هاي كلها يخففها. حلو. فممكن نستعين بها أحيانا يعني. تماما. ما بعرف إذا معنا اتصال عبر تمام. رح نعاود أكيد الزملاء بالكنترول في مستمع حابب يعني ينضم لنا. عم يسأل الأخ أرمين، عفوا دكتور، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن حبوب السيترالين، لأنه الأطباء يعطونه في أوروبا بأغلب الأعراض؟ السيرترالين. أيوة. السيرترالين هو مضاد اكتئاب من مجموعة مرتبطات إعادة قبض السيروتونين. هلا مرتبطات إعادة قبض السيروتونين هي مجموعة من 6 أدوية تقريبا، من بينها السيرترالين. يعني هو عبارة عن مكونات يعني لا تمام. السيرترالين هو دواء مرتبط إعادة قبض السيروتونين، تمام، من الأدوية الحديثة نوعا ما يعني. فهو بصراحة دواء مناسب كتير، لهيك يستخدموا لأنه آثاره الجانبية قليلة تماما، وخاصة هو مناسب للشخص مثلا عم يدرس وعنده قلق وعنده توتر، ممكن يستعين بالسيرترالين حتى نخفف أعراض القلق وما يأثر على تركيز الشخص وأدائه. تماما، فدواء مناسب. حلو جيد يعني. حقيقة يعني أهالينا بأوروبا هن عم يعانوا من موضوع الاكتئاب والأمر والقلق هاي نسبة لظروف معينة هن عم يعيشوا فيها. نتمنى السلامة. دكتور حتى السماعة ونسمع مستمعنا للي هلا جديد انضم لنا. هلا بنقول له مساء الخير، ممكن تعرفنا عن حالك؟ الو مساء الخير. ايه بارباش. الو مساء الخير. ايه بارباش، دكتور محمود بدرخان معكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. هلا حكيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مع الدكتور ماجد، ويعطيه العافيه على الحلقه. شكرا لك دكتور. شكرا لك. اكيد نحن مسرورين جدا بانضمامك لنا. طبعا هذا يعني بالنسبه لنا هو فخر لما طبيب هو نفسه يتصل معنا ويشاركنا الحلقه. حتى الاطباء اللي عم يشاهدونا ايضا بنوجه سلام لجميع الاطباء اللي عم يشاهدونا. اكيد رح نترك المايك للدكتور محمود بدرخان. تفضل حكيم. شكرا يعطيك العافيه. بس حبيت اسال الدكتور سؤال يتوضح بشكل أوسع للجمهور بعد شرح الدكتور له، إنه بالاضطرابات القلق مثلا إذا في عنا شخص بالعائلة بيعاني من اضطراب القلق، نعم، بيأثر هذا الشيء على بقية أفراد العائلة؟ والسؤال الثاني إنه بمشاركة يعني نزع التحسس أو مثل ما بنقول المعالجة السلوكية مع المعالجة الدوائية، هل النتائج بتكون أفضل
أو كل وحدة على حدة؟ وما بعرف. سؤالين وجيه طبعا. شكركم كثير، شكرا لك دكتور محمود. أتمنى أنه الدكتور بشكل أوسع يتطرق لهالسؤالين أو للإجابة على هالسؤالين. شكرا لك دكتور محمود، وشكرا لك على إغناء الحلقة. مسرورين بانضمامك لنا. طبعا تحية لكم لجميع الأطباء اللي عم يشاهدونا. هلا في مجموعة أطباء عم يشاهدونا بنحييهم. سؤال دكتور، ما إذا تذكرت إنه موضوع شخص من العائلة، يعني عامل الوراثة دائما هو متهم بجميع الأمراض النفسية أو اضطراب القلق أيضا من ضمن ومعالجة السلوكية مع العلاج. طبعا. تفضل دكتور. ما فيك تشيلك. ايه، بالنسبه لسؤال الدكتور الاول، انه مثلا في شخص بالعائله عنده اضطراب قلق، هل يا ترى يعني هو سؤاله ما كان انه الوراثه له دور تماما، هو شخص مؤهب او كان عنده تاثير على افراد العائله الاخرين، صح، عدوى سلبيه يعني اي اضطراب اي شخص عنده بالعائله مثلا مريض سواء نفسي ولا عضوي راح يتاثر بشكل او باخر. وكذلك ممكن نفس الشيء بالنسبه لاضطرابات القلق. اذا الشخص عنده او بالعائله نعم. عنده مريض قلق، تمام، نعم. اكيد راح يسبب معاناه للشخص بالاضافه الى اللي حواليه كله، الاسره كلها، يعني الاسره كلها راح تعاني من هالموضوع هذا. بالنسبه للسؤال الثاني، المشاركه، طبعا المشاركه جميع المراجع توصي انه اكثر العلاج فعاليه، اكثر العلاجات فعاليه هي المشاركه الدوائيه مع العلاج النفسي. تماما. العلاج السلوكي او الاستعرافي او اي نوع من انواع العلاجات مع العلاج الدوائي راح يعطي نتائج افضل بكثير. تماما. فغالبا احيانا كثير مرضى يجونا مثلا، والله دكتور انا ما بدي دواء، اخاف من الدواء النفسي، او الفكره اللي اخذينها انه الهاله الكبيره حول الدواء النفسي خليني اعالج نفسيا. في حالات احيانا ما نقدر نعالجها بدون دواء. صح. هالفكره لسه العالم بدها شوي لحتى تستوعب انه الدواء النفسي مثل اي دواء ثاني. نعم. ممكن نستخدمه. يعني اذا قارنا الدواء النفسي مع الدواء السكري على سبيل المثال، السيرترين اللي حكى عنه الاخ قبل شوي، تماما، اذا قارناه مع الميتفورمين الدواء السكري، يعني اذا الشخص مثلا اخذ 20 حبه سيرترالين شو راح يصير معه؟ يعني اكثر شيء ممكن يصير معه انه يدوخ، ينام، يرجع في شوي، بعد 24 ساعه يرجع لحياته الطبيعيه. بينما اذا اخذنا 20 حبه ميتفورمين، تماما، ممكن نسال الاطباء اللي عم يشاهدوا شو راح يصير للمريض، يعني تمام. فانه الدواء النفسي امن بكثير من الادويه الثانيه، اقل اثار جانبيه، واكثر امانا، حتى اكثر امانا. فباعتقادي جاوبت على سؤال الدكتور محمود. ما عنده استفسار ثاني كمان. اكيد. دكتور، الاخ اسماعيل اللي هو ايضا القاطنين برات البلد عم يسال: تحياتي لكم، مده التعافي الكامل من المهدئات مجموعه الفاليوم المده 7 سنوات، ومتى يرجع كيمياء المخ لتوازنه؟ مشكورين. ما بعرف اذا سؤاله كان واضح، فيني اعيده؟ خلينا نعيد السؤال بس. تحياتي لكم، مده التعافي الكامل من المهدئات هي مجموعة الفاليوم المدة 7 سنوات، ومتى يرجع الكيمياء المخ لتوازن؟ هو سؤاله انه عم يتعاطى مثلا الفاليوم، صار له 7 سنوات عم يتعالج بالفاليوم مثلا. تماما. يعني هذا نوع من سوء استخدام الفاليوم، خلينا نسميه، ما نسميه ادمان، اذا حسب الدواء حسب الجرعة اللي عم ياخذها. طبعا هلا هو رح نعالج الادمان بهالفكرة. اذا عم يتعاطى مثلا او عم ياخذ، ما رح نسميه تعاطي، رح نسميه انه عم ياخذ فاليوم، هو الديازيبام نفسه يعني. تمام. إذا صار عم ياخذ سواء 10 أيام ولا 20 يوم ولا 10 سنوات، تمام. العلاج هو بالنسبة للبنزوديازيبام بشكل خاص هو التخفيف التدريجي. التخفيف التدريجي يعني سحب المادة، سحب العادة بشكل تدريجي. مثلا بالنسبة أغلب الإدمانات ولا ما نعالجها نوقف المادة مباشرة ونعطي نوع من أنواع البنزوديازيبام بالعمر المديد. هلا الديازيبام هو عمره مديد، يعني كمون الإدماني شوي خفيف. ففينا نستخدم نفس الديازيبام، ولكن نخففه بشكل تدريجي حتى نخلص منه. طبعا مدة التعافي هي أعراض السحب هي بين أسبوع ل10 أيام لأسبوعين بالكثير، يعني مو طويلة يعني. نعم. تمام. ولكن المتابعة تعتمد على الشخص أو على المتابعات النفسية إذا في موجودة طبعا. تماما. ما بعرف إذا حدا عم تشوف إذا حدا كاتب سؤال. أكيد حابب أذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا، نحن هيك وصلنا قرابة نهاية حلقتنا اليوم. أغنوا لقائنا سواء كانوا المستمعين أو اللي انضموا لنا من الزملاء الأطباء. طبعا مشكور الدكتور محمود بدر خان اللي أضاف وحاب وضح محور ما كان. إذا حابين تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4 أو عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي. عبر كومنت رح نجاوب على أسئلتكم
اسئلتكم. لكل اللي عم يسمعونا وعم يشاهدونا تحيه لكم جميعا. دكتور هلا باي حلقه نحن هيك نختم لقائنا بمجموعه من التوصيات، نصائح، يعني خلينا نسميها يعني زبده الحلقه للمستمعين. تماما. ايه هلا قبل زبدة الحلقة خلينا نحكي عن هلا ممكن عالم كثير تسأل كيف نوقي حالة من اضطرابات. يا ريت دكتور. هلا ما في وقاية من اضطرابات القلق. ليش؟ لأنه الأسباب هي أصلا أسباب فجائية، أسباب هي عضوية غالبا يعني. غالباً. تمام، سواء بيولوجية أو وراثية أو عنده اضطرابات أو إصابات طبية أخرى. نعم. فالتوصية هي إنه شلون بدنا نتعامل مع أعراض القلق لما تجينا أو لما نصاب بالقلق، شلون بدنا نتعامل معه لحتى نعيش حياة أو أقرب للطبيعة أو طبيعية. أول شيء قبل كل شيء لازم نلتزم بجلسات العلاج النفسي اللي حكينا عنها قبل شوي، نلتزم بوصف الطبيب، ما ناخذ الدواء على كيفنا. نعيش حياة صحية قدر الإمكان، يعني إنه غذاء صحي متوازن، ممارسة الرياضة بشكل يومي ومنتظم، مثلا من نص ساعة ل3/4 ساعة بشكل يومي. كمان ممكن استخدام تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق أو تمارين التأمل مثل اليوغا أو تمارين الاسترخاء العضلي نسميه. هاي التقنيات هاي تخفف القلق كتير. ممكن يستخدمها مثلا مرة الصبح مرة مساء، مرة صباحا كأنه عم تاخذ حبة صباح حبة مساء. حلو. والرياضة بشكل خاص هو علاج لاضطرابات كتيرة، سواء الاكتئاب أو القلق. فإذا التزمنا هالنظام هذا النظام الصحي فنقدر نتعايش مع القلق حتى لو استمرت الأعراض لفترة معينة. حلو كتير. تماما. دكتور هلا سؤال كمان خطر على بالي، ولو انه ممكن جاوبت على جزء منه. هلا الفئات العمريه اللي بينصابوا، ذكرت انه مثلا موضوع الجنسين ان الاناث غلبة الاناث على الذكور. هل هالحالات هاي بتصيب اي فئه من يعني اي فئات عمريه اللي بدنا نحكي عنها؟ هلا بكل اضطراب نفسي في ذروه، يعني انه مثلا بين العمر الفلاني للعمر الفلاني لحتى ينصاب الشخص به. تماما. فالاضطرابات القلق غالبا مثل ما قلنا بجميع الفئات، سواء الاطفال او البالغين او النساء او الذكور ممكن يعني. ولكن ذروه الاصابه تكون باعمار بين 20 و30 سنه تقريبا، يعني ذروه الاصابه. حلو كثير. بنهاية الحلقة بنشكر الدكتور ماجد فهيم اختصاصي بالأمراض النفسية، شكرا لك على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. تسلم، الله يعطيك العافية. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا ومتابعينا، للي يسمعونا وللي يشاهدونا وللي انضموا لنا وأغنوا لقائنا. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.